الله اكبر على جيش مصر يا جماعه، الله اكبر على جيش مصر. العرض العسكري امبارح كان حاجه مفرح جدا. الرئيس السيسي كان موجود، والرئيس دوله الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان كان موجود. وفي رسائل كتيره العرض العسكري دوت، مش عارف انت خدت بالك منها ولا لا. لو ما خدتش بالك منها حابب اقولها لك. اول حاجه جت لقطه كده في الدفاع الجوي وهم بيتدربوا على الطياره الاف 35. الطياره الاف 35 الشبحيه دي طياره امريكيه، لكن الطياره دي مش موجوده عند حد خالص في الشرق الاوسط غير اسرائيل. فالقوات الدفاع الجوي بتاعتنا بتتمرن عليها، ودي جابوها في العرض العسكري. تاني حاجة جابوا اللي هم بيتدربوا على الدبابة المركفة. الدبابة المركفة دي دي الدبابة المخصصة بالجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي عنده الدبابة المركفة 1 و2 و3، وأحدث دبابة اللي عنده اللي هو المركفة 4. دي أحدث حاجة عنده 4 أنواع منها. الجيش المصري بين في العرض العسكري اللي هو بيتدرب على الدبابة المركفة إزاي يضربها، وإزاي يضرب الأماكن الحساسة المؤثرة اللي فيها. لأن الدبابة المركفة ديت بيبقى الموتور بتاعها عامة من قدام. احنا حتى لما شفنا المشاهد بتاعت القتال بتاع حماس وحرب غزة، كان المقاتلين بتوع حماس كانوا بيضربوا الدبابة المركفة دي من قدام، او بيحط لها قنبلة عشان تنفجر وتعطل وتقف خالص. فدي كانت رسائل يا جماعة موجهة، اكيد الرسائل دي موجهة لإسرائيل. وفي شهر اكتوبر، النصر كان في اكتوبر. وبرضه موجهة لواحد تاني في جنوب افريقيا اسمه ابي احمد، اللي هو انت ما تحاولش اللي انت تعبس معانا. والدبابه المركفه اللي عندك اللي انت بتاخدها من اسرائيل دي، احنا ازاي هنعرف ندمرها وازاي هنعرف نضربها لو انت هتفكر ان انت تحطها في وش الجنود المصريين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.